ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل مع بعض وصفه الكومي كونو اللي مكسره اليوتيوب اليومين دول. هنعملها بطريقه جديده وهقول لكم حاجات وتكات هتخليكم تعرفوا تعملوا ازاي الايس كريم في مطه كانه ايس كريم بالظبط، حاجات ما سمعتيهاش في اي قناه تانية بطريقه سهله جدا. بس قبل ما نبدا، دي قناتي تشتركوا فيها وشير ولايك لو عجبك الفيديو. ويلا بقى نشوف، يلا نبدا مع بعض. بسم الله. اول حاجه هنعملها، انا جبت معايا اهوت قالب شوكولاته سما او اي نوع شوكولاته تحبي تستخدميه او بتحبي تستخدميه. هجيبه واقطعه صغير كده، هقطعه قطع صغيره زي ما انت شايفه. طبعا انتوا عارفين الميجا والحاجات دي غليت جدا، واحنا لو عملناها في البيت حتى لو اتكلفت شويه معانا بس كفايه انها هتكون انضف واحسن، وبعدين متواجده في اي وقت. انا عملته بصراحه طلع تحفه، جميل جدا والكل حبه وحب ياكل منه. انا جبت بقى الشوكولاته وقطعتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، واحط عليها معلقتين زيت بس زيت يكون نظيف، زيت عباد او زيت ذره يكون نظيف، يعني يكون من غير ريحه. معلقتين 2 بس، وهبدا اقلبها. وبعد كده بحطها على الميكرويف حوالي 30 ثانيه في 30 ثانيه، يعني 60 ثانيه. بس بحطها الاول 30 ثانيه اطلعها اقلبها، وبعدين ارجع احطها 30 ثانيه تاني. لو انت ما عندكيش ميكرويف بتعملي حمام مائي. ازاي؟ بتجيبي حله فيها ميه بتسخن، بعد ما بتغلي بتحطي عليها الشوكولاته وتقلبيها مع معلقتين الزيت، بتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. وده البسكوت اللي انا جبناه دوت، ده طبعا بسكوت الايس كريم، بتجيبيه من محلات مستلزمات الحلواني او مثلا من المحلات اللي بتبيع الايس كريم. الكيلو له بيبقى حوالي ب 20 جنيه تقريبا، حوالي 10 او 12 واحده. بنجيب بقى الشوكولاته اللي احنا سيحناها ونحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، نجيب المعلقه ونحطها جوه ونلفها، ونسيب بقى حبه شويه تحت كده، عشان انتوا عارفين طبعا الكونو ده طول عمرنا بنحب حته الشوكولاته اللي بتبقى فيه تحت دي. طب احنا ليه بنحط شوكولاته؟ ممكن نعمله من غير شوكولاته، لكن احنا لما تحطي شوكولاته هتفضلي محافظه عليه مهما حطيتيه في الفريزر عندك كام يوم، البسكوته مش بتطرى خالص. الشوكولاته دي بتحافظ عليه ان البسكوته مش بتطرى من الايس كريم اللي احنا بنعمله. يبقى احنا بنحط الشوكولاته دي، بنخلي البسكوته بتاعتنا ما تطراش، تفضل جامده كده على طول وماسكه نفسها، فيها القرمشه الجميله اللي انتوا عارفينها دي. هنبدا بقى نحطه كده، نجيب كوبايه عندنا او حاجه ونبدا نحطه، نسيبه لحد ما الشوكولاته تنشف. هو طبعا وانا بعمله كان الجو حر، فانا لما عملت البسكوتات وحطيت الشوكولاته حطيته في التلاجة، يعني بالشوكولاتات بتاعته، عشان الايه؟ عشان الشوكولاته تجمد يعني معانا. هنخلص بقى الكميه كلها، كل الكميه اللي معانا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. اصلا شكله جميل ازاي، طبعا مليان شوكولاته من جوه، حتى اللي انتي بتجيبيه من بره مش بيبقى مليان شوكولاته بالشكل ده. الكميه دي بتاخد حوالي 200 جرام او اقل كمان من 200 جرام شوكولاته. نبدا بقى نعمل الايس كريم بتاعنا، واقول لكم بقى ايه المكون اللي هيخلي الايس كريم بتاعك حاجه تانية خالص. اول حاجه بتجيبي زي ما انت شفتي في الاول، دي كوبايه كبيره كريم شانتيه، وكوبايه صغيره سكر بودره وحليب بودره لتعزيز الطعم، واللي انتوا شفتوه دوت ايس كريم بودره، ايس كريم فانيليا. يا جماعه مع احترامي لاي حد عمل الموضوع دوت من غير ايس كريم، علبه الايس كريم دي مش هيبقى طعمه ايس كريم خالص، هيبقى طعمه كريم شانتيه. علبه الايس كريم دي اللي بتديله الطعم الجميل ده. تمام. ايه بقى المعلقه اللي انا حطيتها دي؟ دوت عسل جلوكوز، عارفينه بتاع الحلويات اللي بنحطه على السكر بتاع الحلويات. هتحطي معلقتين، لو ما عندكيش تحطي معلقه عسل نحل، لو ما عندكيش خالص معلقه السكر البودره بتكفي. الكوبايه الكبيره بتاعه الكريم شانتيه بتحطي عليها ربع كوبايه سكر بودره. وطبعا انا هكتب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف زي ما احنا واخدين كل مره. شايفين عامل ازاي المطه دي بقى؟ دي بسبب ايه؟ عسل الجلوكوز اللي انا حطيته. وزي ما قلت لكم، لو ما لقيتيش علبه الفانيليا بتاعتنا اللي هي ايس كريم فانيليا، ممكن تجيبي ايه؟ الباستري كريم من عند بتاع مستلزمات الحلواني، بس بالتالي هتلاقي الفانيليا على طول سهل يعني. بعد كده بقى بنجيب دوت اسمه فاكيوم، ده بنجيبه من عند مستلزمات الحلواني بالمتر تقريبا، المتر حوالي 7 جنيه او 6 جنيه، بتجيبي متر مثلا او متر ونص، وبنقصه ونلفه كده. ليه؟ عشان خاطر الايس كريم لما نحطه ما يقعش مننا. بس ممكن، ولو ما عندكيش بتجيبي اللي هو ورق الزبده بتحطيه، مفيش مشكله. انا بقى جبت الايس كريم وقسمته نصين، وحطيت على النص ده نوتيلا. عندي نوتيلا سايله كده كانت موجوده عندي حطيتها. ما عندكيش نوتيلا ممكن تحطي بقيه الشوكولاته اللي احنا عملنا بيها البسكوتات، او تحطي كاكاو خام او كاكاو من العادي من اللي بتشربوه مع اللبن عادي جدا. يبقى بتحطي كاكاو او نوتيلا او بقيه الشوكولاته اللي احنا سايحينها على نص الايس كريم بتاعنا.
ونبدا بقى. انا جبت كيسين، كيس حطيت فيه الايس كريم الابيض، وكيس حطيت فيه الايس كريم البني، وحطيتهم الاثنين في كيس واحد وفتحتهم، وبدات بقى احط عشان الموضوع يبقى سهل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو في الاول طبعا يعني الموضوع بيبقى صعب شويه وانتي بتحطيه، بعد كده الدنيا بتبقى سهله خالص معاكي. ابدا بقى اعبي البسكوتات زي ما قلت لكم. ده انا عملتها بالفاكيوم كده عشان بس تبقى عاليه. ممكن ما تحطيش حاجه خالص وتحطي الايس كريم على قد البسكوته بس، مش لازم يبقى عالي، عادي يعني. المواضيع كلها ايه، ممكن نسهل على نفسنا كل حاجه يعني. وزي ما قلت لكم لو عندك عسل الجلوكوز، المكون ده هيفرق جامد جدا 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 في عمايل الايس كريم بتاعنا. ده انا عملته بقى. لو انتي، انا بعرفك، لو انتي ما عندكيش الفاكيوم ده بتعمليه بورق الزبده ده. مفيش ورق زبده ممكن تعمليه بورق كتاب قديم عادي، مفيش اي مشكله يعني. ما تصعبيش الدنيا على نفسك، كله سهل. ما دام تعملي حاجه في البيت حاولي ايه تعملي كله سهل كده بقى. احنا عبيناهم كلهم، نعبيهم بقى كلهم حتى وقعوا. واتبقى عندي كام واحده كده. عندي انا الكوبايات اللي هي بتاعه القهوه الصغيره دي، حطيتهم فيهم بالشكل ده، وحطيت بقى على وشهم سوداني. عايز تحطي سوداني، تحطي مكسرات، تحطي شوكولاته سايله، وبعدين تحطيه بقى في الفريزر. هو لسه طري، هتحطيه بقى في الفريزر حوالي ساعتين. شايفين المطه عامله ازاي؟ وبعد كده بقى تبداي تاكليه. بجد طعمه جميل جدا جدا، زي بتاع بره، لا احسن من بتاع بره طبعا بكتير. وان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم. يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها. وما تنسوش بقى الناس اللي معايا لاخر الفيديو، ما تنسيش لايك للفيديو، او لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا تشتركي فيها. اشوفكم ان شاء الله في اكلات جديده.